السلام عليكم. النهاردة هنعمل أكلة جديدة ولذيذة وجميلة. هي شكلها مش جديد لكن مكوناتها بالنسبة لنا جديدة خالص. النهاردة هنعمل الكوبيبة، لكن خليكم معايا لأني ما حطيتش فيها لحمة خالص. فيلا نشوف احنا عملنا الكوبيبة بالطريقة دي ازاي، وعملنا جنبها شوية رز بسمتي كده. معايا 3 كوبايات من البرغل، هنحط عليهم كوبايتين من المية السخنة ونسيبهم حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة. هنقلبهم كويس جدا كده ونركنهم بقى على جنب لحد ما بعد شوية هنبص نلاقيهم الكمية بتاعتهم تضاعفت والحبة بتاعتها نفشت خالص وكبرت. عندي بقى 300 جرام أو ربع كيلو من الفراخ فرمتها كويس جدا، وبصلاية كبيرة، ومعلقة من الثوم المفروم. هنحط المكونات دي كلها على بعضها ونبدأ نحط بقى التوابل. معايا فلفل اسمر هنحط نص معلقه كبيره. الكبه بالفراخ او الكبيبه بالفراخ يا جماعه طعمها رائع، لازم تجربوها. حطيت نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الكزبره، نص معلقه من البابريكا، وكمان نص معلقه مليانه كويس قوي من توابل الفراخ. احنا عارفين ان بهارات الفراخ دي بتتحط مع اي فراخ بنعملها او اي حاجه في مكوناتها الفراخ. نص معلقه من البصل بودر والثوم البودر ونص معلقه ملح كبيره. هنقلب كل المكونات دي في بعضها، ونبدا بقى بعد ما نعجنها كلها في بعضها كده. يعني انتوا يا جماعه انا حطيت حوالي نص كيلو من البرغل او 3 كوبايات من البرغل، حطيت عليهم ربع كيلو الى 300 جرام من الفراخ المفرومه. عايزه اقول لكم ان دايما البرغل بيبقى ضعف كميه اللحوم اللي بتتحط فيه علشان نعمل الكفر الخارجي وما يفكش مننا. هحط بقى معلقتين كبار كده من النشا، وهبدا اضربهم كلهم في الكبه. اللقطه دي ما جاتش معايا، ضربتهم في الكبه بتاعتي لحد ما بقت ناعمه وجميله وطريه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بدات بقى اجيب طبعا انا عامله كل الكميه دي بنص كيلو فراخ. ربع كيلو الفراخ اللي باقي فرمته كده كويس في الكبة واديته صدمة. وفرمت بصل، حطيت عليه بصلتين كبار وبدأت أشوح فيه كويس جدا لحد ما، طبعا بتستوي بسرعة جدا لحد ما تستوي. حطيت بقى فلفل أسمر وبهارات فراخ وكزبرة ناشفة وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر. كل الحاجات اللي أنا حطيتها في الكفر الخارجي حطيتها في الخلطة الداخلية أو الحشوة. وحطيت نص معلقة من الملح. هنقلب بقى كل المكونات دي كلها مع بعضينا، وهنكون مقطعين فلفل الوان وجزر مبشور. اي فلفل عندك، يعني فلفل اخضر اصفر احمر، تحطي التلاتة مع بعض عادي. هتحطي بقى كمان جزرايه او جزرتين كبار مبشورين، هتديكي خلطه شكلها وطعمها كمان تحفه جدا. زي ما انتم شايفين الخلطه كده جميله. طلعت بقى الكفر الخارجي او الكوبيبه او العجينه من التلاجة وبدأت أكور فيها. بتاخدي قطعة مناسبة كده وتبدأي تبلي ايدك بالمية علشان ما تلزقش، وتعملي فراغ داخلي كده او فجوة وتحطي فيها الحشوة بتاعتك. واول مرة الكوبيبة تتعمل بفراخ من الكفر الخارجي والحشوة الداخلية. لو لسه اللي ما عملتلناش لايك اعملوا لنا لايك واعملوا لنا متابعة وشير، واعملوا لنا كومنت حلو كده يشجعنا وقولوا لنا انتوا منين. زي ما انتوا شايفين كده بتفتحيها بأي طريقة، ممكن تعمليها على هيئة دايرة وتقفليها تاني وتكوريها كده. أهم حاجة إن ما يبقاش فيها أي مسام ولا أي تشققات. شايفين المكونات بسيطة والكمية اللي طالعة كبيرة جدا زي ما انتوا شايفين. هتعملي وهتخزني وهتحطي في الفريزر كمان. ال3 كوبايات من البرغل دول مع النص كيلو من الفراخ هيعملوا لك 4 أكلات حلوين جدا. ده لو الأسرة كمان كبيرة،
لو الاسره صغيره ممكن تخليهم على 6 اطباق. جميله جدا. هتحطي بقى زيت غزير ويبقى سخن، مش مقدوح جامد ولا هو بارد. هنبدأ نحط الكبة بتاعتنا او الكبيبة كده زي ما انتوا شايفين، وما تقلبيهاش غير لما تحمر، يعني تحسي ان هي تماسكت كده. شايفين؟ لا شققت ولا خرجت اللي فيها ولا اتفتحت ولا اي حاجة خالص. زي ما انتوا شايفين كده، طعم وريحة يا جماعة. اللي دخل او اللي دقها قال ايه الريحة والجمال ده. عملت جنبها شوية رز بسمتي زي ما انتوا شايفين. حاجة عظمة وأكلة جميلة جدا جدا، هتعجبك وهتوفر لك واقتصادية، وطعمها لذيذ جدا جدا جدا. الحشوة بتاعتها كمان تحفة قوي. جربوها يا جماعة مش هتندموا. اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب، واعملوا لنا متابعة على الانستجرام، ومتابعة على الفيسبوك وعلى التيك توك. زي ما انتم شايفين كده بنحاول نرضيكم، بنحاول نعمل الحاجات الجميلة. الوصفة صادقة جدا، وزي ما هي كده اعمليها بنفس المقادير، هتلاقيها جميلة جدا وهتوفر لك كتير من فلوسك، وكمان هتعملي أكلة حلوة قوي وناجحة قوي. جربوا بقى ودوقوا كده واعملوا لأولادكم كل حاجة حلوة في قلب البيت. شايفين الحشوة من جوه عاملة ازاي؟ شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة